السلام عليكم. تعالوا نعمل كده النهارده مع بعض كيكة حلوة جدا وسهلة وبسيطة قوي من غير مكونات كتير ولا أدوات كتير. هنعمل مع بعض النهارده كيكة الموز والكراميل. الناس اللي بتحب الموز والكراميل هتحب الوصفة دي جدا. عايزة أقول لكم طالعة معانا هشة وطرية وحلوة قوي، وكمان هقول لكم كل الخطوات اللي تخليها تطلع معاكم ناجحة من أول مرة، وبجد اللي هيجرب الطريقة دي هيعتمدها على طول. قبل ما نبدأ في وصفتنا حابة أفكركم لو انتوا بتشوفوني لأول مرة، أنا اسمي جميلة خليل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبكم فيديو النهارده. اول حاجه بنشتغل فيها في اي وصفه كيك لازم نحضر الصينيه او الطاجن اللي هنشتغل فيه الاول. كل دي خطوات مهمه عشان الكيك يطلع معانا ناجح وما يهبطش مننا. بجيب صينيه مقاسها 26 او 28 وببطنها كده بشويه زيت ودقيق، وبعد كده هنحضر عندي طاسه على النار تكون متوسطه، وهنزل فيها بكوبايه من السكر الابيض الناعم وربع كوبايه من الميه من غير ما اقلب خالص. نسيبها كده على نار هاديه لحد لما السكر بتاعنا يبدا يدوب شويه بالشكل ده. بعد كده أبدأ أديها تقليبة لحد لما ناخد لون الكراميل اللي احنا عاوزينه، ويفضل لون الكراميل يكون لونه فاتح، ما نغمقهوش لأن هو لسه هيدخل الفرن وهيغمق معانا شوية. ننزل بالكراميل في الصينية بتاعتنا بعد ما بطناها بالزيت والدقيق، أو ممكن نبطنها بزبدة ودقيق زي ما انتوا عاوزين. نوزعها بالشكل ده. وبعد كده هحتاج عندي 2 عدد موز، يفضل الموز يكون ماسك نفسه شوية، ما يكونش مستوي قوي، ونقطعها كده حلقات تكون متماسكة شوية مش رفيعة، ونبدأ نوزعها بالطريقة دي. نركن كده الصينية بتاعتنا على جنب ونحضر بقى خليط الكيك بتاعنا. نحتاج عندنا 3 عدد بيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، وشوية من الفانيليا السايلة، وياريت ما نكترش منها عشان ما تمررش. واضيف عليها كوبايه من السكر البودره، او ممكن يكون سكر عادي عادي مفيش اي مشكله. انا حطيتها بودر عشان ايه؟ يدوب معايا اسرع. نخلط كده البيض مع السكر البودر لحد لما يختفي تماما بالشكل ده، ونحس كده ان البيض بتاعنا بدأ يتقل ويفتح شويه. هضيف عندي نص كوبايه من الزيت، ممكن نستخدم زيت على زبده. وهنحتاج كوبايه من الحليب يكون دافي، ومعلقتين كبار من الزبادي. نخلط كل الخليط السائل مع بعضه، وبعد كده هنحطه على جنب ونجهز بقى للخليط الجاف. عندي كوبايتين من الدقيق، رشة ملح، وكيس من كيك شيف او ممكن بيكنج باودر بس الكيك شيف بيخليها حلوة جدا ولونها فاتح من جوه. نقلب المكونات الجافة ونبدأ ننزل بالخليط الجاف بتاع الدقيق ده على الخليط السائل بنص الكمية. نحط نص كمية الدقيق، وبعد كده نقلب بالراحة من تحت لفوق لحد لما يختفي، وبعد كده ننزل بباقي الكمية التانية ونقلب. طبعا حسب نوع الدقيق، لو حسيتوا الخليط تقيل شوية ممكن تزودوا لها شوية حليب، والعكس لو خفيف قوي هتزودوا معلقة دقيق او معلقتين. المهم يوصل معانا للقوام اللي احنا شايفينه ده. هنجيب خليط الكيك وننزل بيه فوق الكراميل والموز، ونبدأ كده نساوي السطح بتاعها على قد ما نقدر عشان تطلع كلها ارتفاع واحد، ميبقاش في جنب اعلى من التاني. ونساوي السطح بالشكل ده ونديها كده خبطتين عشان نطلع منها فقاعات الهواء. بندخلها الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق، سخن على درجة حرارة 180 رف أوسط. هتقعد معانا من 30 ل35 دقيقة. مع المتابعة بنختبرها من النص، لو طلعت نضيفة يبقى هي كده استوت. بنسيبها كده تبرد حوالي 5 أو 7 دقايق، وبعد كده بنجيب طبق التقديم ونقلبها. يفضل ما نسيبش الكيك أكتر من كده في الصينية عشان ما تغمقش معانا من جوه، لأن طبعا بتبقى الكيكة لسه سخنة، فكل الحرارة دي كلها بتسوي الكيك بتاعها من جوه وبتخليها تغمق. بعد ما بتبرد نبدأ بقى نقطعها ونقدمها بالهنا والشفا. أنا طبعا قطعتها وهي سخنة، ما استنيتش عليها، بس في نفس الوقت طالعة معايا متماسكة زي ما انتوا شايفين، وقلبها طالع طري وأبيض جدا وفاتح، وطالعة طعمها بقى في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم الناس اللي بتحب الكراميل او الموز عامة هتحب الكيك ده جدا. انا عملت لكم قبل كده وصفة لكيكة الموز والشوكولاتة. في الناس بقى اللي مش بتحب كيك الشوكولاتة، عملنا اهو مع بعض نسخة الفانيليا بالموز والكراميل. عايزة اقول لكم لو جربتوها هتعجبكم جدا وهتدمنوها. جربوا بقى وصفة النهاردة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير.